قبل ما نبدأ الحكاية يا ريت تعمل لايك للفيديو، ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. بتبدأ الحكاية في كوكب الأرض لما في يوم بتيجي كائنات فضائية تغزو الكوكب، والكائنات دي اسمهم الباراسايتس أو الطفيليات. والطفيليات دول كائنات بيسيطروا على عقول البشر من خلال الدخول لأجسامهم. وواحد من الطفيليات دول اسمه ميجي كان عايز يسيطر على عقل شاب في المدرسة الثانوية اسمه إيزومي، وحاول ميجي يدخل لجسم إيزومي من خلال أذنه، بس إيزومي كان لابس سماعة أذن، فميجي اضطر إنه يدخل لجسم إيزومي من خلال إيده اليمين. فإيزومي خاف وما كانش فاهم اللي بيحصل، وربط إيده بالسماعة عشان ميجي ما يتوغلش في جسمه. وفعلا ميجي فضل في إيده اليمين بس وسيطر عليها، وما قدرش يسيطر على عقل إيزومي. وصحي إيزومي تاني يوم فطر مع أهله، وكان حاسس إن إيده اليمين فيها حاجة غريبة، وما كانش يعرف إن ميجي جواها. ولأن إيزومي بيخاف من الحشرات، لما لقى عنكبوت اتفزع وقام بسرعة عشان يروح لمدرسته، وبرضه كان حاسس إن إيده اليمين فيها حاجة غريبة. وهو راجع من المدرسة لقى عربية هتخبط بنت صغيرة، وبدون إرادته لقى إيده بتوقف العربية وأنقذ البنت. فروح البيت بسرعة مذعور، وكان هيضرب إيده بالسكينة، بس ميجي ظهر في إيده بعد السكينة وقال له أنا هنام دلوقتي ولما أصحى هبقى أشرح لك كل حاجة. فإيزومي خاف أكتر. وفي الوقت ده كانت بدأت الطفيليات تنتشر وتسيطر على عقول ناس كتير وتتحكم في أجسادهم كلها وتاكل البشر. وتاني يوم صحي إيزومي ولقى ميجي مستنيه وقال له أنا كائن طفيلي، كان هدفي السيطرة على عقلك زي باقي الطفيليات ما بتعمل، بس أنت منعتني وخلاص أنا كبرت في إيدك وبتغذى على دمك، ومش هعرف أسيطر على عقلك، وأنت مش هتعرف تخرجني من إيدك إلا لما تقطعها، عشان كده لازم نتعايش مع بعض. فإيزومي بدأ يقتنع بالفكرة، ولاحظ إنه بقى بيمتلك قوة بوجود ميجي، وما بقاش يخاف من الحشرات زي الأول. ولما نزل من البيت ميجي قال له في حد من الطفيليات قريب من هنا، تعال نروح له. وفعلا راحوا له ولقوه طفيلي مسيطر على كلب وبياكل كلب تاني. فميجي لما شافه قال لإيزومي يجري بسرعة لأن الطفيلي اللي جوه الكلب ده هيقتلك، ولو انت مت انا كمان هموت، فلازم تحافظ على حياتك. وجري إيزومي بس الطفيلي طار وراه. فميجي قال له احنا لازم نقاتله. وفعلا ميجي دخل معاه في قتال واقتلع قلبه وقتله. وراح إيزومي المدرسة بعد كده، وكان عنده مباراة كرة سلة وفريقه كان خسران فيها، بس ميجي ساعده وخلاه يرمي رمية يكسب بيها فريقه. وبعد المباراة جات له البنت اللي هو معجب بيها واللي اسمها ساتومي، وقالت له ايه رأيك لو نخرج مع بعض بكرة؟ فإيزومي فرح ووافق. بس وهو ماشي في المدرسة جاله طالب معاه اسمه ناجاي وقال له انا معجب بساتومي ما ينفعش تقرب لها. وقعد ناجاي يضرب فيه، فميجي يتدخل وحمى إيزومي وضرب ناجاي، وناجاي خاف وطلع يجري. وراح إيزومي يغير لبس كرة السلة، وجات له واحدة من صحابه اسمها يوكو وقالت له في جرايم قتل كتير بتحصل في العالم ومحدش يعرف ايه سببها. فإيزومي قال في دماغه واكيد اللي بيعمل الجرايم دي هم الطفيليات بعد ما بيسيطروا على البشر. ولما روح قال لميجي انا عايز انقذ البشر اللي بيتاكلوا من الطفيليات، وده هيحصل لما اروح للشرطة واقول لهم كل اللي اعرفه عن الطفيليات واخليهم يعملوا تجارب عليك عشان يوقفوهم. فميجي قال له انا مش موافق انك تعمل كده، ولو اذيتني وتصرفت من دماغك هاذيك. انا معرفش انت زعلان ليه ان البشر بيتاكلوا من الطفيليات، انتوا البشر اكتر نوع بياكل، بتاكلوا الحيوانات والطيور وساعات بتاكلوا بعض. فإيزومي قال له انا مش مقتنع بكلامك ولسه عايز انقذ البشر. ونزل إيزومي الشارع بعد كده، بس فجأة ميجي قال له خلي بالك في طفيلي قريب من هنا وماشي ورانا. فإيزومي مشي لحد ما وصل لمكان ما فيهوش ناس، وجد طفيلي وراه وطلع انه طفيلي ساكن جسد بشري ومسيطر على عقل البشري ده سيطرة كاملة. وقال لميجي سيب البشري اللي انت مسيطر على ايده بس ده، وتعالى تعاون معايا وسيطر على الايد اليمين في الجسد اللي انا مسيطر عليه ده، وخلينا نبقى في جسد واحد عشان نبقى اقوياء. بس ميجي ما سمعش كلامه وضربه وقتله، وقال لإيزومي
إيزومي أنا ما قتلتهوش علشانك، أنا قتلته لأني كنت شاكك في نواياه. وتاني يوم إيزومي نزل خرج مع ساتومي وهما مع بعض. إيزومي لقى 3 ولاد بيأذوا قطة وبيحدفوها بالطوب، فأنقذ القطة وزعق لهم ومشي بعد كده مع ساتومي وكمل اليوم معاها وهو فرحان. بس تاني يوم لما راح المدرسة ميجي قال له خلي بالك في طفيلي هنا في المدرسة. فإيزومي قلق ودخل طابور المدرسة يدور بين الطلاب على الطفيلي. وشوية وطلع المدير قدم لكل الطلاب معلمة جديدة اسمها تاميا. فميجي قال لإيزومي الطفيلي ساكن جوه المعلمة دي. وفعلا الطفيلي بص لإيزومي بصة خوفته. وفي الحصة قال له بعد ما الحصة تخلص ابقى تعالى لي مكتب الإرشاد. فإيزومي راح له والكائن الطفيلي قال له أنا عارف حقيقتك وأنت كمان عارف حقيقتي، عشان كده تعامل معايا على إني أنثى واسمي تاميا زي المعلمة لأني جوه جسدها وهفضل فيه، وقابلني النهاردة بعد المدرسة. وفعلا إيزومي راح بعد المدرسة قابل تاميا. وتاميا جابت معاها طفيلي تاني ساكن في جسد راجل بشري واسمه إيه. وبدأت تاميا تتكلم وقالت لإيزومي أنا وباقي الطفيليات بناكل بشر زي ما أنت عارف وعايزين نزود جنسنا، عشان كده أنا بقيت حامل من إيه وهول الطفل. بس أعتقد إن الطفل ده هيكون بشري مش طفيلي زينا، وجنسنا مش هيزيد بالطفل ده. إحنا كنا بنعمل محاولة مش أكتر. عايزك الأيام الجاية تتعاون معايا ومحدش مننا يأذي التاني. فإيه وهو قاعد بيسمع ما عجبوش كلام تاميا وقال لهم أنا ما بحبش البشر وهفضل أذيهم وأكلهم لما جوع. وسابهم ومشي. وتاني يوم جه المدرسة وبدأ يهجم على كل اللي فيها وحصلت حالة استنفار في المدرسة. فميجي قال لإيزومي خليك وسط الطلاب أحسن عشان لما يقتلهم تقدر تهجم عليه. فإيزومي قال له لا طبعا أنا لازم أقتله قبل ما يأذي الطلاب. وجري إيزومي عشان يروح يوقف فميجي جاب له حديدة وقال له امسك دي عشان تساعدني وتقاتل معايا لأنه في نفس قوتي ولازم حد يساعدني في القتال. وشوية وصل عند إيزومي وهجم عليه. فميجي بدأ يدافع وكان مستني إن إيزومي يهجم ويساعده. فإيزومي اتحرك وهو خايف وهجم وضرب بالحديدة وقعد ينزف ومشي يدور على تاميا لحد ما لقاها في غرفة. وتاميا فجرت الغرفة بيه وقتلته. وبعد الحادثة بكام يوم رجعت الأمور لطبيعتها. بس إيزومي كان عايز يخلص من تاميا هي كمان وراح قال لها انت بتقتلي البشر وبتاكليهم، لازم توقفي اللي انت بتعمليه ده. انتوا الطفيليات بتقدروا تتغذوا على حاجات تانية غير اكل البشر، بتعملوا كده ليه؟ فتاميا قالت له نقدر نتغذى على حاجات تانية بس احنا بيجيلنا اوامر اننا ندمر جنس البشر كله. انا قربت اولد طفلي ولو طلع بشري هاكله برضه وكان نفسي اقتلك بس انت جواك شيء مثير للاهتمام. ومشيت تاميا بعد كده. وتاني يوم صحي إيزومي لقى ميجي منفصل عنه فاستغرب. فميجي قال له ما تستغربش انا اقدر انفصل عنك لمدة 3 دقايق بس وبعد كده برجع لك تاني. وفعلا ميجي رجعله تاني ونزل إيزومي يفطر مع ابوه وامه وقالوا له احنا هنسافر رحلة للريف كام يوم. فإيزومي خاف عليهم من الطفيليات وقال لهم انا رافض سفركوا ده. وقعد إيزومي يفتكر زمان لما في يوم كان في زيت سخن هيقع عليه فامه انقذته وايديها اتحرقت بسبب ده وقال في دماغه امي وابويا دايما بيحموني انا مش هسمح انهم يتأذوا. فميجي قال له ما تخافش الطفيليات بتنتشر اكتر في المدن مش في الريف وهم هيبقوا امنين في الريف. فإيزومي اقتنع بكلام ميجي ونزل قال لابوه وامه انا موافق انكم تسافروا. فامه قالت له وانت بقالك فترة بتتصرف تصرفات غريبة. فقال لها ما تخافيش انا بخير. وفعلا تاني يوم سافروا وصحي إيزومي عشان يروح المدرسة. بس في طريقه لقى نجاي اللي معاه في المدرسة بيتضرب من 4 أولاد وبنت اسمهم مجموعة ميتسو. فإيزومي قال لهم بطلوا ضرب فيه فضربوه هو كمان. وميجي كان نايم فما دافعش عنه. وجات البنت بتاعت مجموعة ميتسو اللي اسمها كانا وبصت في عين إيزومي وفجأة خافت وقالت لاصحابها سيبوهم ويلا نمشي. وفعلا مشي. وإيزومي ونجاي بعد كده راحوا المدرسة. وبعد المدرسة إيزومي كان مروح مع ساتومي فطلع عليه مجموعة ميتسو تاني وخدوا منه ساتومي وقعدوا يضربوا فيه. والمرة دي ما كانش معاهم كانا البنت اللي كانت معاهم قبل كده. وميجي كان عايز يساعد إيزومي وهو بيتضرب. فإيزومي قال له ما تتدخلش عشان محدش يعرف عنك حاجة. وإيزومي وهو بيتضرب نجاي جه هو وطلاب من المدرسة ودخلوا في قتال مع مجموعة ميتسو. فإيزومي استغل الفرصة
وخد ساتومي ومشيوا. لما ساتومي روحت كان جت لإيزومي وقالت له انت أثرت اهتمامي وجيت عشان اعتذر لك على اللي حصل الصبح. فإيزومي سلم عليها وقال لها شكرا وسابها ودخل بيته. وفي نفس الوقت ده كان أبو وأم إيزومي وصلوا الريف، بس وهم هناك جه طفيلي من ورا أم إيزومي وهجم عليها وسيطر على عقلها وجسدها وأصاب أبو إيزومي. وتاني يوم ميجي صحى إيزومي وقال له في طفيلي بيقرب من باب البيت عندك، جهز نفسك عشان احتمال نقاتل. وفعلا جهزوا، بس لما إيزومي راح عند باب البيت لقى أمه دخلت البيت ففرح. فميجي قال له دي مش أمك، ده طفيلي مسيطر عليها. فإيزومي اتصدم، ومن صدمته ما كانش عارف يعمل ايه وقال لميجي اسكت انت، وعور ايده اليمين عشان يسكت ميجي. بس الطفيلي اللي جوه امه هجم عليه واصابه في صدره ووقعه ومشي بعد كده. فميجي قال لو إيزومي مات انا كمان هموت، لازم انقذه. وفعلا ميجي بدأ يعالج إيزومي بشتى الطرق لمدة يومين لحد ما إيزومي قام وعرف ان ميجي هو اللي عالجه. بس جات له مكالمة من مستشفى في مدينة اسمها سورازاكي وقالوا له ان ابوه في المستشفى مصاب. فرح بسرعة ركب القطر عشان يروح لابوه. وابوه في الوقت ده كان جاله محققين عشان يحققوا معاه في اللي حصل ليه هو ومراته. وقالوا له مراتك لسه عايشة. فقال لهم عايشة ازاي؟ انا كنت معاها، في وحش جه ضربها وقتلها وضربني انا كمان واصابني. فالمحققين قالوا له اكيد كان بيتهيأ لك. وشوية وإيزومي وصل عند ابوه وابوه قال له انا شفت امك بتموت، بس الشرطة قالوا لي انها عايشة واخر مرة ظهرت كانت هنا في المدينة. فإيزومي كان هيشرح له انها ماتت وان في طفيلي ساكن جسدها، بس سكت وما قالوش حاجة وقال في دماغه انا لازم احمي ابويا وانتقم من الطفيلي اللي قتل امي وخد جسدها. ومشي بعد كده وراح بات في فندق لانه مش هيعرف يبات في المستشفى. واتعرف في الفندق على بنت صاحبة الفندق اللي اسمها ماكي. وبالليل قبل ما ينام ميجي قال له انا كنت عايز اقول لك حاجة، انا بعد ما عالجتك فقدت جزء من قوتي، بقيت بنام 4 ساعات وفي ال4 ساعات دول ما بحسش بأي حاجة. يعني لو في طفيلي قريب منك مش هحس بيه خالص وانا نايم ولا هقدر احميك، يعني لازم تتولى نفسك وانا نايم. وصبح تاني يوم إيزومي راح اطمن على ابوه ونزل من المستشفى يدور على الطفيلي الساكن في امه عشان ينتقم منه. وهو في الشارع قابل ماكي، بس فجأة ميجي قال له في طفيلي قريب مننا موجود عند الشط. فإيزومي قال اكيد هو ده اللي ساكن جوه امي، وجري بسرعة وماكي جريت وراه ولقى سور قدامه فنط وراح للطفيلي. بس ما طلعش اللي بيدور عليه، وطلع طفيلي تاني مسيطر على منطقة الفم والرقبة في جسد بشري اسمه أودا. وأودا قال لإيزومي أنا متحكم في عقلي عادي زيك، الطفيلي مسيطر على منطقة من فمي ورقبتي، وده لأنه لما دخل جسمي أنا وقعت في البحر وكنت هموت غرقان، فعشان ينقذني ويعيش هو كمان اضطر إنه يفضل في المنطقة دي ويتنفس بدالي عشان يحافظ على حياتي وفوق، لأنه كده كده ما كانش هيلحق يوصل لعقلي. وفعلا أنا فقت وخرجت من البحر وهو كبر في المنطقة دي وبقى جزء مني. فإيزومي حكى له كل حاجة عن نفسه هو كمان. وأودا قال له أنا بشتغل في فندق هنا، لو الطفيلي اللي أنت بتدور عليه ظهر قدامي هكلمك. ورجع إيزومي بعد كده الفندق عشان ينام، بس ميجي قال له أنت ما بقتش تلبس النضارة، والنهاردة جريت بسرعة كبيرة ونطيت نطة تفوق قوة البشر، وده حصل لأني وأنا بعالجك في أجزاء مني انتشرت في جسمك، أنت بقيت أقوى وحواسك بقت أحد ومشاعرك بقت جافة، وكل ده بسبب أجزائي اللي بقت جواه. فإيزومي حس فعلا إنه اتغير. وصبح تاني يوم أودا اتصل بيه وقال له الطفيلي اللي أنت بتدور عليه ظهر. فإيزومي نزل بسرعة عشان يروح له، بس ميجي قال له أنا تعبان جدا وشكلي هنام، فهسيب لك سلاحي في إيدك يساعدك. وفعلا ساب له سلاحه ونام. وفي الوقت ده طفيلي أم إيزومي كان عند أودا لما عرف إن جواه طفيلي وبدأ يهجم عليه، وطفيلي أودا قعد يصد هجومه لحد ما طفيلي أم إيزومي أصاب أودا ووقعه. ووصل إيزومي في الوقت ده وبدأ يهجم هو كمان، وهجومه كان سريع لأنه بقى أقوى، ووقع الطفيلي بتاع أمه وقعد يقطع فيه وكان هيقتله، بس لما شاف إيد أمه وقف. فالطفيلي أصابه وقام عشان يقتله، بس طفيلي أودا هجم عليه من ورا وقطعه وقضى عليه وانتقم إيزومي لأمه. وتاني يوم خد أبوه ورجعوا بيتهم، بس إيزومي
إيزومي رجع لمدينته بشخصية تانية، شكله اتغير وبقى أقوى وبقى قاسي وحد الطباع جدا، وكل ده من خلايا ميجي اللي انتشرت في جسده وخلته مش بشري بنسبة 100%. ومع رجوعه ساتومي وكهانا كانوا مستنيينه، بس ميتسو صاحب المجموعة اللي ضربوه قبل كده لما عرف ان كانا مهتم بيه راح له عشان يضربه تاني، فايزومي ضربه بسهولة وسابه ورجع البيت لقى ابوه بيشرب خمرة لانه زعلان على فراق امه، وايزومي ما كانش عارف يواسيه ازاي. وتاني يوم نزل عشان يروح المدرسة مع ساتومي، بس في طريقهم لقوا كلب ميت في الشارع، فايزومي خده ورماه في الزبالة، فساتومي اتفاجئت وزعقت له وقالت له انت ازاي تعمل كده، المفروض ندفن الكلب ده مش نرميه، انت بقيت قاسي اوي. ومشيت ساتومي وسابته، وايزومي حس فعلا انه اتغير فدفن الكلب وراح المدرسة. واول ما دخل المدرسة ميجي قال له خلي بالك تاميا سابت المدرسة، بس في طفيلي غير تاميا هنا في المدرسة دلوقتي. وفعلا الطفيلي جه من ورا ايزومي وقال له ازيك انا اسمي شيمادا، وشوية ونزلوا حصة الرياضة، وشيمادا كان اقوى من ايزومي وقال له تاميا هي اللي جابتني هنا، بس ما تخافش انا ما باكلش بشر وعايز اتعايش معاك وعايز كمان اتعاون معاك. فميجي خلى ايزومي يمشي من قدام شيمادا وقال له انا مش واثق في شيمادا ده، احذر منه. وبعد المدرسة كانت مستنية ايزومي، ولان عندها قوة استشعار حست انه بيقرب منها فرحت له، بس طلع شيمادا مش ايزومي، فقالت له انا اسفة افتكرتك ايزومي. فشيمادا مسكها وقال لها وايه المتشابه بيني وبين ايزومي عشان تحس ان هو، بس وهو بيكلمها ايزومي جه وقال له سيبها، فسابها ومشيت كان مع ايزومي. وساتومي شافتهم مع بعض وغارت وزعلت ومشيت، وبدأت كان تحكي لايزومي عن نفسها وقالت له انها بتملك قوة استشعارية بتخليها تحس بوجوده. فايزومي اتفاجئ وبالليل روح ولقى ابوه بيشرب برضه، وابوه قال له هو انت ازاي مش حزين على موت امك، هو انت مصنوع من فولاذ؟ بس ايزومي ما ردش عليه. والصبح بدأ شيمادا يتتبع كان عشان يفهم ايه اللي وراها، بس جه ميتسو وقف قصاده عشان يحميها، فشيمادا ضربه بسهولة وراح المدرسة. ومع نهاية اليوم الدراسي جاله ميتسو مع اصحابه عشان ينتقموا منه، فميجي قال لايزومي الحق شيمادا هيقتل بشر واقفين قصاده بره المدرسة. فجري ايزومي بسرعة ونط ووصل عندهم وقال لشيمادا امشي انت. وفعلا شيمادا مشي، وايزومي قال لميتسو واللي معاه ابعدوا عن الولد ده عشان انتوا مش في مستواه. ورجع ايزومي المدرسة بعد كده واتكلم مع ساتومي عشان يشرح لها اللي حصل يوم الكلب ويوم ما شافته مع كانا، بس ساتومي قالت له انت اتغيرت جدا، كل حاجة فيك اتغيرت. فايزومي اتضايق وقال لها خراسي وسابها ومشي. ومع الايام بدأ شيمادا يتعرف في المدرسة، ويوكو صاحبة ايزومي كانت بدأت تعجب بيه وقعدت كل يوم تراقبه. بس في يوم في كرة بيسبول أصابت راسه، ويوكو لما بصت لقت راس شيمادا مقطوع منها جزء وشيمادا جددها. فيوكو خافت وما كانتش فاهمة ايه اللي بيحصل، وكملت مراقبته ومشيت وراه في الشارع، فلقيته استخبى في ممر وغير وشه المعتاد لوش تاني وكمل مشي. فيوكو خافت اكتر وما كانتش عارفة هو بيعمل كده ازاي. واللي يوكو ما تعرفوش ان شيمادا كان بيغير وشه عشان يستدرج بشر وياكلهم. وروحت يوكو ولقيت اخوها اللي شغال رسام مع الشرطة راسم صورة لطفيلي، وكان راسم الصورة دي بناء على المواصفات اللي ابو ايزومي وصفها للشرطة بعد الحادثة اللي حصلت له. فيوكو اتكلمت مع اخوها وقالت له هو ايه الرسمة دي؟ فقال لها دي كائنات لسه ما نعرفش عنها حاجة، بس كل اللي عرفناه انها بتاكل البشر. فيوكو قالت في دماغها ممكن شيمادا يكون من الكائنات دي. وتاني يوم في المدرسة يوكو راحت اتكلمت معاه وقالت له هو انت من الكائنات اللي بتاكل البشر؟ فشيمادا اتضايق واظهر وجهه الطفيلي. فيوكو اترعبت وميجي يبلغ ايزومي باللي بيحصل، فايزومي قام بسرعة يدور على شيمادا، وبدأ شيمادا يهجم على يوكو، فرمت عليه زجاجة فيها مادة كيميائية وأصابته، وبعد كده نطت من الشباك ووقعت. وشيمادا بعد ما المادة الكيميائية أثرت فيه ما بقاش عارف يرجع للشكل البشري تاني، وأي حد كان بيجي قدامه في المدرسة بقى بيقتله. وبدأت حالة هلع كبيرة في المدرسة، والطلاب كلهم نزلوا بسرعة للحوش عشان يهربوا. بس ايزومي لما بص على الطلاب لاحظ ان فصل ساتومي مش موجود مع باقي الطلاب.
الطلاب، فطلع لفصل ساتومي عشان يحميها، بس لقى الفصل كله مقتول. ولما شاف المنظر قعد يصرخ، وشوية وهدي واكتشف ان ساتومي مش موجودة وسط الجثث، فجري ولقاها لسه حية ومستخبية مع 2 طلاب كمان وكلهم مرعوبين. بس الاتنين اللي مع ساتومي لما شافوا ايزومي قالوله احنا لازم كلنا نهرب، وقاموا جريوا هما الاتنين، فشيمادا شافهم وقتلهم. فايزومي خد ساتومي وجري ونط بيها من الشباك وكمل جري وبعدها عن شيمادا. ولما الشرطة جت سلمها ليهم ورجع هو عشان يقتل شيمادا، بس الشرطة كانت اقتحمت المدرسة وشيمادا قتل منهم كتير وعمل مجزرة في المدرسة وكمل وطلع للسطوح. فايزومي طلع للسطوح مقابل ليه ومسك حجر وبقوته هو وميجي حدف الحجر على قلب شيمادا وقتله، وخلص ايزومي من شيمادا. وبعد الحادثة دي اجتمع المسؤولين وكان معاهم دكتور اسمه يوي، ويوي قال انا فحصت جسد شيمادا فحص دقيق وتوصلت ان الطفيليات لما بتسكن جسد بشري كل حاجة في الجسد ده بتتحول وبتبقى طفيلية، بمعنى ان لو في طفيلي ساكن جسد بشري وخدت منه شعراية من شعره مثلا هتلاقي الشعراية دي بتتحرك زي الطفيليات، ودي طريقة نقدر نفرق بيها بين البشر والطفيليات. وعدت الايام وبدأت الناس تستخدم الطريقة دي وياخدوا من شعر بعض عشان يعرفوا اللي قدامهم ده بشري ولا طفيلي. وفي خلال الايام دي مدرسة ايزومي اتفتحت تاني بعد الحادثة، ونزل ايزومي عشان يروح المدرسة فلقى كانا وراه عايزة تشد شعرة منه لانها شكت انه طفيلي، فمسكها وقال لها انا شفتك خدي شعرة من شعري هو عشان تتأكدي اني بشري. فكانا خدتها ولقيتها شعرة عادية واحتفظت بيها وقالت كده ايزومي مش طفيلي. واللي ما كانتش تعرفه ان ايزومي يعتبر طفيلي في ايده اليمين بس، وقالت له انا زي ما قلت لك قبل كده انا بستشعر وجودك وهفضل اتتبعك. فايزومي مسكها وقال لها اوعي تعملي كده عشان ما تبقيش في خطر، ومشي ايزومي وقال في دماغه كان دي ذكية بفكر احكي لها كل حاجة بس ميجي مش هيسيبني اعمل كده. وفعلا ميجي كلمه وقال له حاول تبعد عن البنت دي. وفي نفس الوقت ده في المدينة في طفيلي كان عايز يختبر قوته قصاد بشر حاملين لأسلحة، فدخل لمكتب عصابة وبدأ يقتل فيهم واحد واحد، وحاولوا يضربوا عليه رصاص بس ما تأثرش وقتلهم كلهم ومشي. وخطف بعد كده بشري تاني غير البشري اللي هو ساكن جسده، وخد جسد البشر التاني عشان محدش يلاحقه. وبدأوا كل الناس يتكلموا عن الحادثة دي. وتاني يوم ايزومي خرج مع ساتومي وكانا استشعرت مكان ايزومي وشافتهم مع بعض فاتضايقت، وبالليل كلمت ايزومي وقالت له انها عايزة تقابله بكرة. فتاني يوم ايزومي راح للمكان اللي هيتقابلوا فيه ولقى هناك شخص مرشح نفسه انه يبقى المحافظ اسمه تاكيشي، فقعد يتفرج على الندوة بتاعته عقبال ما كانت تيجي. بس ميجي قال له تاكيشي المرشح والاشخاص اللي معاه دول طفيليات هم 6 فوق وفي كمان 2 طفيليات تحت. فايزومي قال معقولة 8 طفيليات في مكان واحد؟ ده كمان واحد منهم ممكن يبقى المحافظ. واللي ايزومي ما كانش يعرفه ان طفيلي من الطفيليات اللي مع تاكيشي يبقى هو نفس الطفيلي اللي عمل الحادثة بتاعت القتل من يومين. وهو واقف شاف ايزومي وكان جات. فايزومي قال كده الوضع سيء وخدها وبعده وبعد كده روحها. بس كان لما نامت حلمت ان ايزومي بينقذها من طفيليات عايزين يقتلوها، ولما صحيت نزلت قابلت ايزومي تاني وقال لها انه عايز يكلمها في موضوع مهم. فتاني يوم راحوا المكان مهجور وايزومي استغل فرصة ان ميجي نايم وقال لها كل حاجة عن ميجي وعن ايده اليمين. فكان قالت له انا مش مصدقة اللي انت بتقوله ومش هصدق غير لما اشوف ميجي ده بعيني. فسألها هي قدرتك الاستشعارية دي بتستشعر وجودي انا بس ولا بتستشعر وجود حد تاني؟ فقالت له بستشعر وجود بعض الطفيليات بس استشعاري ليك اقوى حاجة بحس بيها، عشان كده دايما بعرف مكانك. وبعد ما خلصوا كلام روحوا. وايزومي عرف من الاخبار ان تاكيشي الطفيلي اللي كان مرشح نفسه لمنصب المحافظ كسب، فقال دي كارثة. ونزل ايزومي تاني قابل ساتومي وكانا شافتهم واتضايقت وقالت هو ليه مش حاسس بيا وبمشاعري ناحيته؟ وهي واقفة ميتسو جه وشافها وقال لها سيبك منه هو بيحب واحدة تانية. فكان قالت له مالكش دعوة انت. وميجي شافها هو كمان. وبالليل قال
إيزومي كان بسبب قوتها الاستشعارية بقت بتبث إشارات أشبه بإشارات الطفيليات. فإيزومي قال دي مشكلة، الطفيليات كده هيتتبعوها ويقتلوها. فميجي قال له ما تخافش، إشاراتها مش دائمة وكمان نطاقها ضيق جدا ومش هتوصل لمدى بعيد. فإيزومي قال له على فكرة أنا قلت لكانا كل حاجة عنك، بس ما تخافش هي مش هتضرك، أنا بضمن لك ده وعايزك تظهر قدامها عشان تصدقني. فميجي قال له ماشي. وتاني يوم نزل إيزومي يقابل كانا بس اتأخرت وما كانتش بترد عليه، فبدأ يدور عليها. وكان في الوقت ده ربطت صباعها بالشعرة اللي خدتها من إيزومي قبل كده، وقالت أنا مش هرد على إيزومي عشان معرفش هو فين، وهروح للمكان اللي هو فيه من خلال استشعاري عشان يعرف إني بحس بيه. وبدأت كانا تستشعر وراحت لمبنى مهجور، بس ما لقيتش إيزومي هناك، ولقت طفيلي واستشعارها بإيزومي غلط المرة دي، والطفيلي بدأ يهجم عليها. وفي نفس الوقت ده ميجي حس بوجود طفيلي بيهجم على بشري، فقال لإيزومي، وإيزومي وصل للمكان بسرعة ولقى كانا وجري عشان ينقذها، بس ملحقش والطفيلي قتلها قدامه. فراح عليه وضربه وخرج قلبه وقتله ومسك كانا وهو حزين. وشوية ووقعت من كانا الشعرة بتاعت إيزومي وماتت. وتاني يوم اتعملت الجنازة، ومع ان إيزومي كان حزين جدا بس كان هادي وقال انا ما بقتش بشري، نفسي اعيط زي زمان. وهو ماشي جاله ميتسو وقعد يضرب فيه وقال له ما حمتهاش ليه. فإيزومي ضربه ومشي وقال في دماغه انا السبب، انا فعلا ما بقاش عندي مشاعر. ومع الايام بدأت حادثة كانا تتعرف، وكمان انتشر خبر ان إيزومي هو اخر واحد كان معاها. فاجتمع تاكيشي المحافظ مع طفيليات تانيين عشان يشوفوا هيعملوا ايه في موضوع إيزومي. وتاميا كانت قاعدة معاهم بعد ما غيرت شكلها وغيرت كمان اسمها لتامورا، وقالت للكل إيزومي ده انا عارفاه هو خطير، انا هبدأ اراقبه. وروحت تاميا بعد كده لبيتها ودخلت تطمن على طفلها البشري لانها كانت خلاص ولدته، وقالت الطفل ده لازم استخدمه لانه اكيد هيفيدنا ضد البشر. وتاني يوم تاميا عينت محقق بشري اسمه كوراموري عشان يراقب إيزومي، وبدأ يراقبه ويصوره ويبعت كل حاجة عنه لتاميا. وفي يوم إيزومي نزل وراح للمكان اللي كان ماتت فيه. فميجي قال له جيت هنا ليه؟ فقال له عشان انا مش حاسس بالحزن على كانا وده مش طبيعي، فجيت هنا عشان افتكر اللي حصل واحس بالحزن. بس وهو هناك كوراموري كان وراه وصوره، وميجي شافه وكان عايز يقتله. فكوراموري ساب الكاميرا وهرب، وميجي لحقه وعوره، بس إيزومي وقف ميجي عشان ما يقتلوش وخلاه يهرب. وتاني يوم قعد إيزومي يفكر وقال مين اللي بيراقبني وبيراقبني ليه. وبالليل نزل قابل ساتومي، وساتومي قالت له انا متأكدة ان انت فيك حاجة صارحني بيها، هو انت ليه مش واثق فيا؟ فإيزومي كان هيحكي لها كل حاجة بس لا ميجي صاحي فسكت وما قالهاش. ورجع اتكلم مع ميجي وقال له احنا لازم نمسك المحقق اللي كان بيراقبنا ده ونعرف هو كان بيراقبنا ليه. فميجي قال له كده هنحتاج حد يساعدنا. فإيزومي كلم اودا خلاه يجي عشان يساعده، واودا عرف منه كل حاجة وقال له انا سميت الطفيلي بتاعي جو، تقدر تندهله بالاسم ده. وفي نفس الوقت ده تاميا قابلت كوراموري وقالت له عايزك تبعد خالص عن إيزومي وخلاص شغلنا مع بعض خلص. فكوراموري قال لها ازاي، انا اتصبت بسبب القضية دي وهكمل فيها. ومشي كوراموري وفعلا قرر انه يكمل قضية إيزومي لوحده وكمل مراقبته. فإيزومي وأودا عملوا له كمين ومسكوه وخدوه لمكان مهجور، وهناك إيزومي شرح له كل حاجة. فكوراموري قال له انت لازم تخدم البشرية وتسلم نفسك للشرطة عشان يتعمل تجارب عليك تخلينا نهزم الطفيليات. فميجي وجو هجموا عليه، وميجي قال له انت ما تعرفش إيزومي عانى قد ايه، هو مش هيسلم نفسه ولا هيتعمل عليه تجارب، ويلا قول لنا مين اللي خلاك تراقب إيزومي. فكوراموري قال لهم واحدة اسمها تامورا. فميجي قال تامورا دي هي تاميا بس غيرت اسمها. وبالليل تاميا اتصلت بإيزومي واتفقت معاه انه يقابلها في سطوح مبنى جامعي، وفعلا الصبح راح قابلها وكانت جايبة طفلها معاها. فإيزومي سألها انتوا بتخططوا ليه وليه خليتوا واحد منكم يبقى المحافظ؟ فتاميا قالت له احنا عايزين نتعايش مع البشر، فكرة اننا نقضي عليهم دي خلاص استبعدناها، انا حتى لسه مش عارفة هعمل ايه في الطفل ده.
فايزومي قال لها انا عمري ما هسامحكوا ولا هعرف اتعايش معاكوا. فتامية قالت له انت بتكرهنا عشان واحد مننا قتل امك، وقعدت تامية تضحك. فايزومي اتضايق، فتامية قالت له لو هجمت عليا هحمي نفسي بالطفل. ومشيت تامية بعد كده، وايزومي جري وهو متضايق جدا لحد ما وصل عند عرافة، والعرافة مسكت ايده وقالت له انت في ثقب في قلبك مش قادر تتعالج منه. فايزومي قال في دماغه ده الثقب اللي طفيلي امي عملهولي وكلفني حزني على امي كل ده. فالعرافة قالت له لازم تروح للي تسبب في الثقب ده وهو هيساعدك. فايزومي ضحك وقال لها انا خلاص قتلته. وتاني يوم كوراموري عين محقق زيه عشان يراقب تامية، والمحقق لقى تامية معاها شخص، فمشي ورا الشخص ده لحد ما وصل لجراج، وهناك عرف ان الشخص ده طفيلي كان معاه بنت بشرية وكلها، والمحقق كان عايز يهرب بسرعة بس الطفيلي قتله. فراح كوراموري ليزومي وحكى له كل حاجة وقال له ساعدني. فراحوا مع بعض للجراج ولقوا هناك طفيلي جديد مع بنت بشرية وهياكلها. فايزومي قال له ابعد عنها، بس الطفيلي قتلها. فايزومي وميجي هجموا عليه لحد ما قتلوه. وميجي قال لإيزومي الجراج ده تاكيشي المحافظ مخصصه للطفيليات عشان ياكلوا فيه بشر، وبما اننا قتلنا طفيلي هنا فاعتقد تاكيشي هيلاحقنا. وخرجوا بعد كده من الجراج، وكوراموري قال لإيزومي انا هبعد عن القضية دي، انا فعلا اضعف من اني اعمل اي حاجة. ومشي كوراموري، وفي نفس الوقت ده اجتمع تاكيشي مع مجموعة من الطفيليات وقال لهم احنا لازم نقتل إيزومي. فتامية قالت له انا عايزة جثته بعد ما يموت عشان اشرحها. وفعلا تاني يوم بدأوا يتتبعوا إيزومي. فميجي قال لإيزومي وهو في المدرسة في 3 طفيليات جايين على هنا. فإيزومي هرب من المدرسة بسرعة، وميجي قال له انا هنام دلوقتي 4 ساعات، حاول تهرب لحد ما اصحى. فقعد إيزومي يهرب، وكان بيلاحقوا الطفيلي اللي قتل المحقق صاحب كوراموري واللي اسمه ميكي. وكل ما إيزومي كان بيروح مكان ميكي كان بيجيله لحد ما عدت ال4 ساعات وميجي صحي. فإيزومي قال له الطفيلي ده بيلاحقني بس معرفش فين الاتنين الباقيين، انت قلت ان هم 3 طفيليات. فميجي لما بص قال لإيزومي مستحيل، ميكي ده جوه 3 طفيليات عشان كده قلت لك انهم 3، هم 3 في جسد واحد وده خطير جدا. وبدأ ميكي يهجم عليهم فقعدوا يتصدوا بس ما يدروش على هجومه، وإيزومي اتصاب فجري وبعد عنه وقال لميجي لازم نهجم على رجله لان الطفيليات اكيد موجودة في راسه ودراعاته، ورجله هتبقى بشرية وسهل نستهدفها. وشوية وميكي جه تاني وراح ميجي هجم على رجله بس لقاها طفيلية ومعرفش يصيبه. وميكي كان هيقتل إيزومي بس معرفش ينسق هجومه وأنصاله خبطت في بعض. فميجي قال لإيزومي يجري بسرعة وادخل الغابة، فإيزومي عمل كده. وميجي قال له مركز التحكم بتاعه سيء وده مخلي حركته مش منسقة، عشان كده أنصاله خبطت في بعض، زائد كمان ان راسه ما بتتحولش في الهجوم وده لانها مركز التحكم بتاعه، فاحنا هنستهدف راسه. استخدم اشجار الغابة كدرع ليك واحمي نفسك ومرة واحدة اهجم عليه. فإيزومي عمل كده وهجم مرة واحدة وقطع راس ميكي، بس فجأة الراس اتجددت وميكي بقى الايد اليمين للجسد واللي تولى قيادة طفيلي تاني غير ميكي. فميجي قال لإيزومي انا غلطت، الجسد ده فيه 5 طفيليات مش 3 بس، واحد منهم كان ميكي واللي تولى التحكم دلوقتي طفيلي تاني. وظهر وش الطفيلي ده وطلع انه الطفيلي اللي عمل حادثة العصابة واسمه جوتو، وبدأ يتحرك بسرعة ويهجم. فميجي قال لإيزومي يخرج من الغابة، فإيزومي خرج وميجي يركبوا عربية عشان يبعدوا عن جوتو، بس جوتو كان سريع جدا ولحقهم وطلع العربية. فميجي اتحكم في الدركسيون وانحرف بالعربية وخبط جوتو في عربية جاية ووقعه، وبعد إيزومي عن جوتو وجاب لبس جديد وراح ياكل. بس شاف في التلفزيون خبر ان الطفيليات قتلوا مرات كوراموري وبنته، فخاف على ابوه واتصل بيه بسرعة وقال له سيب البيت دلوقتي حالا. وفعلا ابوه ساب البيت وبات إيزومي هو كمان في الشارع. وتاني يوم كوراموري حكى لمحقق من الشرطة اسمه هيراما كل حاجة يعرفها عن الطفيليات، بس ما قالوش حاجة عن إيزومي وميجي. وكوراموري كان عايز ينتقم من تامية فمشي وراها، وفي نفس الوقت كان في 3 طفيليات من مجموعة تاكيشي انقلبوا على تامية وقالوا لها انت خطر على مستقبلنا ولازم تموتي، وبدأوا يهجموا عليها. فتامية صدت هجومهم وقسمت نفسها
الطفيلية لجزئين، جزء سابته في جسدها البشري وجزء دخلته في واحد من الثلاث طفيليات اللي بيهجموا عليها وبدأت تتحكم فيه وخلته يهجم على أصحابه. وشوية والطفيل ده فقد السيطرة ومات، وخرجت تامية منه ودخلت في جسد الطفيل التاني وبرضه خلته يهجم. فالطفيل التالت قتل صاحبه التاني ومفضلش غيره في التلاتة، فتامية جت من وراه وقتلته واستعادت بعد كده جزءها اللي كانت بتهجم بيه ورجعته لجسدها البشري ومشيت. بس لما روحت لقت كوراموري خطف طفلها وكان سايب لها رسالة بيقول لها فيها: يا أم الطفل قابليني بكرة في حديقة المدينة الساعة 5. فتاني يوم تامية راحت لبيت إيزومي عشان تعرف هو فين، وإيزومي في الوقت ده ما كانش يعرف مكان أبوه، فاتصل بيه على تليفون البيت. فتامية ردت عليه وقالت له: تعالى لحديقة المدينة النهاردة الساعة 5. فإيزومي قفل معاها واتحرك لهناك، وقعدت تامية تتفرج على صور إيزومي مع أمه وقالت في دماغها: هو إيه معنى الأمومة دي؟ وشوية ومشيت من بيت إيزومي. وبالصدفة ساتومي كانت جت عند بيت إيزومي عشان كانت عايزة تعرف إيزومي فين، وشافت تامية خارجة من البيت فمشيت وراها. وشوية ووصلوا كلهم الحديقة، بس ساتومي فقدت أثر تامية وتامية قابلت كوراموري، وكوراموري قال لها: أنا هرمي طفلك. فالأول مرة تامية حست بإحساس الأمومة وضربت كوراموري وخدت منه الطفل. فكوراموري قال: مستحيل، انت وحش، ازاي بقى عندك إحساس؟ ووقع كوراموري بعد كده ومات. وجت الشرطة والمحقق هيراما لما لقى كوراموري ميت خلى مساعدينه يدوروا على تامية في كل مكان. وتامية في الوقت ده كانت قابلت إيزومي في الحديقة وقالت له: أنا كنت عايزة أتكلم معاك، أنا كل اللي قتلتهم من البشر كانوا 38 شخص وده عدد قليل جدا، وتوقفت دلوقتي عن قتل البشر لأني قرأت دراسات عن البشر وعرفت إن إحنا وهم بنكمل بعض ولازم نتعايش مع بعض. عشان كده هقولك نصيحة: اوعى تقاتل جوتو تاني لأنه قوي جدا وهيقتلك. وتامية بتتكلم جه هيراما والشرطة وبدأوا يضربوا عليها رصاص، فحمت الطفل وما هجمتش عليهم لأنها ما كانتش عايزة تقتل أي بشري تاني، بس الرصاص الكتير أثر فيها فراحت لإيزومي. فهيراما وقف الضرب وإيزومي حس إن أمه هي اللي بتقرب عليه، وتامية ادته الطفل وقالت له: خد الطفل وخليه يتربى وسط بشر زيه. ووقعت تامية بعد كده متأثرة من الرصاص وماتت، وقعد الطفل يعيط. فإيزومي حس إن الطفل ده بيشبهه لأنه فقد أمه زيه، فقعد يعيط هو كمان وحس إن مشاعره رجعت له تاني. وشوية وساتومي جت بعد ما سمعت صوت الرصاص وشافت إيزومي بيعيط، فقالت في دماغها: أعتقد إن كده إيزومي رجع زي زمان تاني. وتاني يوم بدأ إيزومي يتحقق معاه بس ما قالش أي حاجة عن ميجي. فهيراما جاب لإيزومي سجين اسمه أوراجامي وقعدوا قدامه، وده لأن أوراجامي بيقدر يكتشف أي طفيلي قدامه. وهيراما قال: كوراموري قبل ما يموت قال لي إنه كان ليه شريك من الطفيليات وأنا شاكك في إيزومي، عشان كده خليته يقعد قدام أوراجامي. وأوراجامي قال في دماغه: أنا قاتل، قتلت بشر كتير، عشان كده بعرف أفرق بين البشر والطفيليات، بس الولد ده أنا مش قادر أحكم عليه. وشوية وأوراجامي قال لهيراما: أنا كنت شاكك إن الولد ده طفيلي بس هو بشري عادي. فهيراما أنهى التحقيق ومشى إيزومي وجاب له أبوه قال له: أنتوا هتقعدوا في فندق كام يوم وبعد كده هترجعوا بيتكم. فإيزومي قال له: طب بالنسبة لطفل تامية هتعملوا فيه إيه؟ فهيراما قال له: هنفحصه وبعد كده هنوديه لدار رعاية أطفال. ورجع هيراما لشغله ولقى إن رؤساء في الشرطة قرروا إنهم يكونوا فرقة لإبادة الطفيليات، والفرقة هتكون بقيادته هو ومحقق كمان اسمه ياماجيشي. وتاني يوم راح هيراما لإيزومي المدرسة وقال له: أنا محتاج مساعدتك. فساتومي قالت لهيراما: سيبوه يعيش حياة طبيعية بقى. بس بالرغم من ده إيزومي راح مع هيراما وبدأ يساعده بمعلومات عن الطفيليات، وقال له إنهم يقدروا يقتلوا الطفيليات لما يضربوهم في قلبهم ببنادق قاذفة. وبعد كام يوم فرقة إبادة الطفيليات راحوا لمبنى البلدية اللي تاكيشي فيه واستولوا عليه لأنه فيه طفيليات كتير. وهيراما جاب معاه هناك إيزومي وأوراجامي، وكمان كان معاهم أجهزة استشعار للطفيليات، وكل ده عشان يعرفوا الطفيليات اللي هناك والفرقة يقتلوهم. وفعلا بدأوا وعرفوا طفيلي ساكن جسد أنثى، فالفرقة راحوا ضربوا عليه ببندقية قاذفة في قلبه وقضوا عليه وبدأوا يخلوا المبنى. فتاكيشي والطفيليات الموجودين في المبنى بدأوا يصيروا
يثيروا الفوضى عشان يعرفوا يهربوا. ففرقة الإبادة بدأوا يضربوا عشوائي وقتلوا بشر وطفيليات، وأجهزة الاستشعار اتدمرت في اللي حصل. فتاكيشي وجوتو استغلوا الفوضى وطلعوا للطابق التاني في المبنى، وجوتو قال لتاكيشي أنا هفضل هنا شوية ومش ههرب دلوقتي، أنا عايز أحلل قوة البشر اللي تحت دول. وشوية وياماجيشي جه ودخل المبنى وسيطر على الوضع وقعد كل اللي في المبنى، وخد اوراجامي معاه عشان يستكشفوا باقي الطوابق. وفي الطابق التاني اوراجامي راح مع مجموعة تانية غير مجموعة ياماجيشي، وكانوا بيكتشفوا طفيليات كتير بفضل اوراجامي وبيقتلوهم. بس فجأة ظهر لهم جوتو، فاوراجامي لما شافه خاف وجري، وجري محقق من الشرطة ورا اوراجامي، والباقي راح ورا جوتو وبدأوا يضربوا عليه. بس جوتو ما تأثرش بالرصاص وردوا كله عليهم وقتلهم ومشي. اوراجامي استغل الفرصة عشان يهرب وقتل المحقق اللي معاه ومشي. وفي نفس الوقت ده في مجموعة تانية راحت لتاكيشي، وتاكيشي قال لهم انا عارف انكم هتقتلوني، عشان كده عايز اقول لكم البشر كلهم انانيين لانهم عايزين يعيشوا لوحدهم، بيقتلوا بعض وبيقتلوا اي كائن غريب يدخل وسطهم. لازم البشر يسيبوا الطفيليات يعيشوا معاهم عشان البشر يقلوا شوية ويبقى في توازن في العالم. فالجنود ما خلوهوش يكمل وضربوا عليه وقتلوه، وبعد ما قتلوه اكتشفوا انه بشري مش طفيلي، فاتصدموا وجالهم جوتو وقال تاكيشي كان هو البشري الوحيد اللي وسطنا وجبناه لانه هيفيد خطتنا. وفعلا فادها وقتل جوتو بعد كده كل اللي قدامه، وراح لمجموعة ياماجيشي وبدأ يتحرك بسرعة قدامهم ويحمي نفسه من الرصاص، وقعد يقتل فيهم هم كمان لحد ما المجموعة خلصت وما فضلش غير ياماجيشي. فطلع لسطوح المبنى وجاله جوتو هناك، وقعد ياماجيشي يضرب عليه بكل الأسلحة اللي معاه وبرضه معرفش يصيبه، وجوتو ضربه كذا مرة ورماه من السطوح وقتله. ونزل جوتو من المبنى ولقى إيزومي واقف في الشارع، فقال له أنا هقتلك بس مش النهاردة لأني تعبان. وطار جوتو ومشي. فهيراما قال لإيزومي أنت تعرف جوتو منين؟ أنت أكيد مخبي عني حاجة. فإيزومي قال له لا مش مخبي حاجة، وروح إيزومي بس كان مرعوب من جوتو وبدأ يشوف وشه في كل الناس ويجري. وبالليل قال لميجي ايه رأيك نهرب من هنا عشان جوتو ما يلحقناش؟ فميجي قال له انا شايف انها فكرة كويسة. بس تاني يوم جوتو كان بدأ يلحق إيزومي، فميجي قال لإيزومي يهرب بسرعة، وسرقوا عربية وبعدوا. ولما لقوا جوتو بيقرب عليهم عملوا خطة ونزلوا عليه العربية بتاعتهم بس ما ماتش. فإيزومي بعد ودخل غابة، وميجي قال له جوتو هيحس بوجودي لأني طفيلي زيه بس مش هيحس بوجودك، احنا هننفصل ومش هنقاتل مع بعض. وميجي عمل خطة، ولما جوتو جه بدأ فعلا يشوف فين ميجي ويهجم عليه. فميجي قلد صوت إيزومي واتكلم، فجوتو افتكر ان ده إيزومي وبصله، بس إيزومي كان وراه وحدف عليه عصاية فيها نار وأصابه في رجله. وميجي نزل عشان يقطع راس جوتو، بس ضربته ما كانتش عميقة كفاية وراس جوتو ما اتقطعتش كلها. فجوتو عور إيزومي، فميجي قطع له رجله وقال لإيزومي يهرب بسرعة. بس إيزومي ما كانش عايز يسيب ميجي لأنه لو سابه أكتر من 3 دقايق ميجي هيموت، وده لأنه بعد عن جسم إيزومي. فميجي زعقله وقال له اهرب بقولك. فإيزومي هرب وهو بيجري قعد يعيط على ميجي وما كانش عارف يروح فين وهو ايده اليمين مقطوعة. بس بالليل في ست عجوزة اسمها ميتسويو شافته ودخلته بيتها وخلته يقعد معاها كام يوم لحد ما بقى كويس وكانت بتعتني بيه. بس في يوم جه جيران ميتسويو وقالوا لها ان في وحش في الغابة بيقتل الناس. فإيزومي قال ده اكيد جوتو. وبالليل إيزومي قال لميتسويو الوحش اللي في الغابة ده يبقى طفيلي وجاي هنا عشان يقتلني، ولو سبته هيقتل كتير من الناس وكل ده هيبقى بسببي، لازم اروح له. فميتسويو زعقت وقالت له ما انت كده هتضحي بحياتك، انت ليه مش عامل قيمة لحياتك؟ اصبر لحد ما الشرطة تيجي تتصرف. بس إيزومي ما سمعش كلامها وقرر انه هيروح لجوتو. فميتسويو ودعته وادته سلاح عشان يساعده، ومشي إيزومي وقال في دماغه انا اضعف من جوتو بكتير بس حاسس اني متفائل. وشوية ووصل إيزومي عند جوتو ولقى نايم، فراح يضربه بس جوتو صحي ووقفه وضربه. وحاول إيزومي يهجم تاني وبرضه جوتو ضربه وبعده، وإيزومي نزف وجوتو كان خلاص هيقتله. فإيزومي قال لازم افكر يا اما هموت. وقعد إيزومي يفكر وقال يوم ما ابن البلدية جوتو
جوتو جسمه كله كان سليم ما عدا منطقة في جنبه، ممكن تكون دي هي نقطة ضعفه. وقام ايزومي وخد عصاية من الأرض وضرب جوتو في المنطقة دي، وفعلا أصابه وجري، بس جوتو جه وراه تاني وبرضه كان خلاص هيقتله. ففجأة ايزومي لقى ميجي رجع لإيده اليمين وصد الهجوم، وجوتو فقد سيطرته على نفسه وجسده كان بيتدمر، والطفيليات اللي جواه بدأوا ينفروا من جسده. فميجي راح ضربه وقضى عليه. فايزومي قال له أنا مش فاهم هو إيه اللي حصل. فميجي قال له بعد ما أنت مشيت وسبتني في قتالي مع جوتو دخلت لجسده عشان ما موتش، وفضلت فيه لحد ما أنت جيت النهارده وضربته في جنبه بالعصاية اللي أنت ضربته بيها. اللي أنت ما تعرفوش إن العصاية دي فيها سموم، والسموم دي تسربت لجسد جوتو، عشان كده أنا خرجت من جسده ورجعت لك وهو جسده اتدمر. وهو ده كل اللي حصل. وشوية والصبح طلع وايزومي وميجي لقوا جوتو بيحاول يسترجع جسده تاني. فميجي قال لايزومي انا مش هقتله لاني خلاص قررت اني ما اقتلش حد تاني، وده بعد ما عشت مع البشر واكتشفت ان القتل شيء سيء. فايزومي قال له انا كمان مش عايز اقتله، بس انا عايز احمي عيلتي. وقضى ايزومي على جوتو تماما. وعدت ايام كتير وحوادث الطفيليات قلت، لان الطفيليات كانوا بدأوا يتعايشوا ويندمجوا مع البشر ويعرفوا انهم ممكن يتغذوا على حاجات تانية غير اكل البشر. وفي يوم ايزومي وهو نايم ميجي كلمه في دماغه وقال له انا خلاص هسيبك، هتصحى هتلاقي ايدك اليمين سليمة من غيري، انت لازم تعيش حياتك وانا لازم ادور على تجربة جديدة. وفعلا صحي ايزومي ملقاش ميجي فزعل، ونزل بعد كده مع ساتومي وقال في دماغه انا عشت مع ميجي كتير بس عمري ما فهمته، احنا بنعيش مع كائنات حية غيرنا وقت طويل بس عمرنا ما فهمناها. احنا البشر بنعيش عشان نفسنا وبس وفاكرين ان العالم كله ملكنا لوحدنا، وده مش صح لان الكائنات التانية ليها حق في العالم زينا بالظبط. ومشي ايزومي مع ساتومي، بس فجأة وهم ماشيين طلع عليهم اوراجامي وخطف ساتومي وطلع بيها لسطوح مبنى وقتل اتنين هناك. فايزومي طلع وراه واوراجامي قال له انا عارف ان انت نصك بشري ونصك طفيلي، انا جبتك هنا عشان تعترف بالطفيلي اللي جواك وتعترف كمان ان البشر هم الوحوش الحقيقية مش الطفيليات، لان الطفيليات لو قتلوا بشر فهم بيقتلوا عشان يتغذوا، وده لاننا بالنسبة لهم وجبة مش اكتر، لكن البشر بيقتلوا في المطلق وما عندهمش مبرر انهم يقتلوا. فساتومي قالت لايزومي سيبك منه ده مجنون. فجري ايزومي عليه فاوراجامي ضربه في ايده الشمال بسكينة، فايزومي ضربه في وشه ووقعه، وساتومي كانت هتقع من المبنى فمسكها وانقذها وقعد يضحك هو وهي وقال لها فاكرة الكلب اللي انا رميته في الزبالة؟ انا بعد ما انت مشيتي جبته من الزبالة ودفنته جنب شجرة، انا بقولك كده دلوقتي لان نسيت اقولك قبل كده. فساتومي قالت له انت عملت كده لانك ايزومي اللي انا بحبه. وبكده يبقى خلص انمي الطفيليات. انمي باراسايت ذا ماكسيم انتاج سنة 2014، والانمي ترتيبه ال81 في قائمة افضل الانميات في التاريخ. ولو حابب تتواصل معنا فاحنا عملنا بيدج جديدة على الفيسبوك، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو، اعمل لها فولو لو عايز يوصلك كل جديد عن القناة. في النهاية لو الحلقة عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للحلقة.